بكثره. موضوع الالحان اكيد تكررت، لان تعرف انت الكرد احترق، الكرد الاوكتافات كلها تغنت عليها. اي بس الكرد هو بقى انه بس الكلام هسه حاليا انه قابل للتجدد. الكلمات مهمة جدا حاليا، لان قبل الكلمات مسؤولية. الأغنية هاي راح تدخل ببيتي زين وببيتك حلو وببيت الناس. فإذا كان بيها كلام، إذا الكلام بيه صفاف ويخدش الذوق العام، هاي راح تجي بالأخير هي عليك. أغنية نفذتها تندمت على كلامها بمرحلة من المراحل، ندمت على كلامها، حسيت انه إساءة للذوق العام. لا ما عندي يعني هيك أغنية أبد. شكليته اني غنيتها. لا غنيتها يعني مثلا شنو ساعة بيش لو لا قبل ما مو دخلت ستايل للاغنيه العراقيه. نعم. يعني احنا ما حكينا طبعا الوقت، يعني عندنا كثير من الاسئله عبد الله، نحتاج لقاء ثاني لازم. حاضر انا الكثير من الاسئله عندنا. انت مثلا دخلت لون جديد بديته من هدي. نعم. هذا اللون الجديد قبلها هذا اللون طبعا مو وحدي، هذا اللون اني وحيدر جيتاره. يعني هو اللي اضاف لون وكلر جديد للتوزيع وللجو هذا اللي قصده. انا ما اقصد هذه الفتره، اقصد واكيد بمساعده اخوتي طبعا دان ذمان شراف يخبر. تحياتنا دان ذمان، تحياتنا ابو الاحساس، محمد الجبوري، حيدر الاسير، تحياتنا محمد الصالحي حبيبي، تحياتنا هاي الاسامي، جاي فاير، تحياتنا الكل، ياسر عبد الوهاب، الكل هواي يعني هواي اصدقاء. انا وين اوصل؟ انا دا اقول لك قبل ما هدي قبلها انت كانت لك اعمال. هاي الاعمال اللي طرحتها للشارع ما تندمت عليها، بس ما اخذت مساحتها، لانه كان عندنا التسويق صفر، ولحد الان التسويق بالعراق صفر. هاي كل المجالات التسويق بالعراق صفر. موضوع فهم موضوع التسويق شنو؟ كلمة التسويق الماركتينج يعني انه مثلا التسويق هو اللي توصل شغلك، يعني تسوي له اعلان. زين. تسويق بالعراق صفر هسه؟ اي ما وهاي المشاهدات المشاهدات الملايين. محمد انا نزلت البوم حقيقة، يعني هاي قهرتني بوقتها. الفنانين العراقيين قل اللي سوقوا لي العمل على السوشيال ميديا التابعة لهم، وفنانين الكويت سوقوا لي، فنانين الامارات سوقوا لي، يعني فنانين المغرب سوقوا لي. انت مشكلتك بدعم الفنانين العراقيين. انا طرحت فكره، قلت لهم يابا احنا ايش كم فنان هسه بالعراق ضارب، مثلا فلان بدون ذكر اسامي، تحياتي لهم، كلهم نجوم، كلهم فنان، كلهم مطربين. خلينا نسوي مثلا اي فنان ينزل اغنيه احنا كلنا نسوق له على السوشيال ميديا مالتنا، يعني من حلو يعني. صح. انا تابعت هذا الموضوع، فكره حلوه صح. انا تابعت الموضوع لك، يعني كثير من الاعمال حاليا ابتدت تنشرها على صفحاتك. وهسه اكو هيك خطوه يشرفني، اكو هيك خطوه ان شاء الله. انا دا احاول والله، انا اي واحد اشوف اي فنان اطرحها عليه اقول له يابا تعال انت وياي، بس ما اعرف ليش ما اكو مشاكل شخصيه هوايه بالوسط هسه ببغداد. بس انت لو تحس واحد ويا الثاني، هو واحد ويا الثاني، ما اكو مشاكل. يعني وضح الصوره هسه، يعني انتم شنو هسه الفنانين شويه وتصلون على النبي. يعني هسه الفنانين حاليا انتم هسه حاليا عايشين بمشاكل. مو اني الفنانين، يعني اكو قسم من الفنان، بعض مثلا عبد الله ومحمد عندهم مشكله، يجي حسين يقول لك يابا محمد سوق لعبد الله، تقول له لا عبد الله ما زين. احنا ما لنا علاقه بعبد الله شخصه هو شنو، فنه. تمام. اي تعكس صوره بلده بالضبط من هاي الموضوع بالضبط. وانا شفتها من باكثر من بلدان الوطن العربي، انه مشاكل شخصيه الدنيا محترقه بيناتهم، بس ايد واحده بالتسويق، واحد يدعم الثاني. اي نعم. عبد الله الهمي صالح حاتم العراقي، مو قلت لك غادلنا حلقه حسين سامي ثانيه، لان الاسئله كثيره. انت لازم توعدني خلال من هذا المنبر، توعدنا. والله انا كلش حبيت هنا الجو. ما شاء الله. بس هذا هي. لا مو هو، انت لازم تحط جيت وتخلي الا هيك موضوعك تتدخل هواي بالاغنيه، والموزع الموسيقى يقول له اريد هيجي زين شلون؟ اي متندم؟ وانت متندم. انا والله من زمان متندم. انت اي لانه يعني انت تقوم بعد تحسب حساب بعد. شوف انت لازم ترضي الجمهور، جمهور المستمعين واللي يتابعوك، وجمهور الفنانين اللي يتابعوك. لازم توازن بيناتهم. انت مو علاقتهم الناس ونسيت الفنانين.
يظلون يحجون عليك ويقولون هاي شنو هاي الاغنيه، هاي ايقاعها غلط، هاي الجيتار غلط، هذا الكورد غلط، هذا البيز غلط. زين. تفتهم؟ حتى الميكس والماستر يعني ملاحظات الجمهور لك بمواقع التواصل تاخذها بعين الاعتبار وتنفذها بالاستديوهات؟ اي نعم. يعني يقولوا لك مثلا لا يعني المعلومه الصحيحه، المعلومه الصحيحه مثلا عبد الله نعمة الله الايقاع كان عالي مثلا، هيك يقولوا لك تاخذها تروح تنفذها بغير عمل انه تقول انتبه على الماستر. اوكي وياك مو ماستر مثلا هيك دا اقرب لك مثلا يعني زين تاخذ بعين الاعتبار وتنفذها. طبعا صار هيك موضوعيات. انا اصلا الجايد من اسوي، انا عندي اصدقائي بجامعات عراقيه وبهم قسم متغربين خارج البلد وبهم قسم متزوجين، فكلهم جامعهم على جروب واحد على الواتساب، ادزلهم ابى يسمعوا هاي حلوه الاغنيه، لا هاي نفتح ابواب الاتصالات، ناخذ اخر اتصالات. وصلنا لنهايه الحلقه، فحتى البعض ما ينحرم من عبد الله الهميم وجوده. اكيد بعد فتره راح نسوي شلون؟ واحنا صارت سريعه طبعا صارت ان شاء الله ننوه ونسوي حلقه ثانيه واسئله كثيره لعبد الله الهميم، لان مشوارك غني بالاغاني الجميله والنجاح، فاكيد الكثير من الاسئله لك. ويانا اخر الاتصالات، يعني مو هذا الاتصال، يعني راح ناخذ مجموعه من الاتصالات الاخيره. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شلونك اخوي العزيز؟ نورتنا. منو وياي؟ عمر احمد. عمر نورت عموري. عبد الله الهميم اليوم ضيفنا. محمد الصالح، وتحياتي لعبد الله الهميم الورده. تحياتنا لك يا ورده حبيبي شرفتنا. عبد الله الهميم معاك بالجو، تفضل. طبعا عبد الله الهميم وانا كلش احب اغنيتك مال ياهو بيقرر نصيبه وياهو ما عافى حبيبه، بالسنين يحب له وحده تالي يتزوج. غريبه غريبه. تحب هاي الاغنيه ليه؟ محب هذا الحبيب. اي والله يوقع بعله ولا يلقى طبيب. تحب هاي الاغنيه ليه؟ ممكن سؤال عبد الله الهميم؟ جواب حبيبي. اغنيتك هاي فيها قصد ولا قصد؟ طبعا قصد. طبعا هو هذا سؤالي. اي طبعا جاوبك بعد. اي رحم الله والديك. تحياتنا لك، شكرا لاتصالك. معرفتكم. نورتنا، شكرا لاتصالك. حبيبي الغالي. شكرا عبد الله الهميم. الوقت حكمنا، انا اسف من جميع الاتصالات. هسه حسين دا يقول لي الوقت حكمنا. توعدنا بحلقه ثانيه ان شاء الله، بحلقه ببرنامج الاصلي، لان هذا برنامج رمضاني ان شاء الله. فبرنامج الاصلي برنامج شويه الاصلي من يكون الضيوف موجودين، تكون الاسئله كلش حرجه واقعيه ونوقع على الكثير من العلل. يعني هاي قصدك انه بالحلقه الثانيه اللي راح لا هذا برنامج رمضاني. انا عندي برنامج مشاعر ليل بعد رمضان يستأنف. مشاعر ليل. بمشاعر ليل اردك تسوي هاي ثيمه اغنيه ان شاء الله تدلل بمشاعر ليل. عبد الله هذا البرنامج يعني مو مشاكل، فضايح ولا فضايح. انا بعيد عن هالامور. انا بالنسبه لي بعيد، لان صارت روتين عبد الله. يعني تجيب ضيف قل له انت ليش متحرش ببنيه، ليش ما ادري شنو، من هسه تكتب شو اسمه والاعداد كامل، وانا راح اجاوبك على كل اسئلتك. انا على مقربه من عندك اعرف كل الامور طبعا. شلون؟ من بالتايتل، هذا التايتل مال برنامجي. اسمع. قلبي من الحب ذاب، اسمع لكن ابد ما تاب. بالحب شفت الويل بيا ولا ضل حال. قلبي من الحب ذاب، لكن ابد ما تاب. صوت جاكي حنين. اللي حلات عذاب. أنا هذا الإنسان فنان. يعني بين قوسين فنان جاكي. تحب رسالته؟ أحبها وجدا أحترمها. تحياتنا له. احنا بعدين إن شاء الله نسولف عن كل الأسماء. تايتل هذا البرنامج سمعته، هذا بعد برمضان يستأنف. هذا البرنامج مو فرفشة، شوي اكو جدية بالموضوع. اوكي، فتوعدنا وعد انه تكون موجود. وعد. تمام. وداعة امي نظر عيني وانت ما حلمنا. وداعة امي نظر. توعدنا وراح تكون موجود ان شاء الله. طبعا يقولون والله اشتاقنا المشاعر ليل. ان شاء الله بعد رمضان يعاود. يلا سون انا ومحمد راح نطلع، وراح تكون ما يخالف اشتغل وياكم بالبرنامج. راح احضر لك الاعداد واحضر كل الامور. ونورتنا نورتنا حاليا عبد الله الهميم. كانت ساعة من الزمن مليئة بالفرح والسرور. المستمعين زخم بالاتصالات. انا اسف جدا، انا كنت استثمر وجودك، وانا هم اسف وجدا يعني اعتذر منكم. محبة الناس لك كبيرة. عبد الله باع. عبد الله اني باع. بالختام اريد اقول لك شغله.
كلكم اخوتي كلكم نجوم، محبتي لكم كبيره. بس هاك لا 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 والله جد كلكم اخوتي كلكم نجوم. اني عبد الله اريد يعني من محبتي لك اريد اشوف الناس، اشوفك الناس ايش قد تحبك. الحمد لله. فانا يعني اتطلب وجودكم، تواصلكم مع الناس مهم عبد الله. شفت انت واحد الناس تقول لي الجو مختلف، الجو حلو، الجو حلو. طبعا تتواصل، تشوف تعيد نفسك من خلالهم، لان هم اصحاب فضل عليك، صح لو غلط؟ 100%. انت مع هذا الموضوع اكو فنان عبد الله نو اكزيست اذا هم يعني هم غيرهم مره قعدت مع فنان قال لي معاد يا جمهور انا اغني لنفسي، لا ما حد صح فضل عليه بدون ذكر اسم والله. فخلى اعرف عبد الله مين تعتبرهم اصحاب فضل عليك. نعم. فيحتاجون وجودك. واحب اقول لهم شكرا. كلمه يعني كلمه اخيره لهم. كلمه اخيره لهم. كلمه واحده لو كلمتين؟ لا لا جمله يعني كلمتين راح اقول. 3 اسطر لك يلا. ابقوا ناجحين. بس ابقوا ناجحين. رسالة عبد الله الهميم بس اقول لكم ابقوا ناجحين. نورتنا. النور نور. اليوم السحور وين راح تتسحر؟ بكيفك انا عازمك. حبيبي رمضان مبارك عليك. نورت اذاعتك. شكرا لتلبية الدعوة على كل الامة العراقية. شكرا نورتنا وننتظرك بمشاعر ليل. وانا حاضر. ماشي. ودع جمهورك الختام لك. نريد نختم عبد الله الهميم الشاعر. أنا الصوت راح يختفي، أريد تحكي لي قصيدة تصير شاعر يعني مثلا ياهو المضيع نصيب. هيك تريد يعني؟ إيه هيك تصير شاعر. موسيقى حضر حسين سامي. مستمعينا بالختام عبد الله الشاعر عبد الله الهميم راح يقرأ قصيدة معينة من أغانيه. بس شغل لنا موسيقى. يلا موسيقى. ترى ما دات. باع القعدة مع الشعراء. هاي القعدة إي. اكو جيكارة احط هاي كبيرة. فيها كيف؟ هاكو جيكارة. هاكو جيكارة. لا عمي لا. شايفهم الموضوع هاك. هاي مال شعراء. هاي راح اختمها. اي بس دقيقة لازم هيك. اوكي بس انا استحي اخليها بيدي. يلا انت مو مدخن اصلا. بعيد عن التدخين. يلا. يقول لك ايكو. اعطيني شوية ريفيرب شوية. يلا. يا اللي اختاريت غيري يشاركك مبروك. عيش وياه وتنفس هوا واضحك. انا اقدر على فراقك اقول لك ليش؟ لاني يوجعني حيل قد صعب جرحك. انا انطيتك حنان بقد نفوس الصين. خفت مني عليك وخوفي ما همك. يلقيت لي ابد ما احب عليك انسان. هسه وياك غيري وانتظر غيرك. الله الله عبد الله اريد هذا المقطع. هذا المقطع استثمره. عيد لي اياه. اريد استثمره بالسوشيال ميديا. وانشر ان عبد الله الهميم شاعر. عيد لي اياه. علي لي الموسيقى شويه. وعبد الله الهميم نفس احساسك. نفس الشيء. نفس الاحساس. بس طف بس شوي. يلا. لا استثمره. يلا اختاريت غيري شاعر. لا بس مو هيك. يلا حبيبي علمني اللقاء. انا لي هويتي خاصه بالشعر. رجاء هذا استجداء مني. يلا حبيبي. علي الموسيقى شويه. يلا 1 2 3. يا اللي اختاريت غيري يشاركك مبروك. عيش وياه وتنفس هوا واضحك. انا اقدر على فراقك اقول لك ليش؟ لاني وجعني حيل قد صعب جرحك. انا انطيتك حنان بقد حنان الام. خفت مني عليك وخوفي ما همك. يلقيت لي ابد ما احب عليك انسان. هسه وياك غيري وانتظر غيرك. وياهو اللي يقرر نصيبه. وياهو ما عافى حبيبه. بالسنين يحب له وحده. تالي يتزوج غريبه. الله عيد. ياهو اللي يقرر نصيبه. وياهو ما عافى حبيبه. بالسنين يحب له وحده. وتالي يتزوج غريبه. يا ابو الاحساس. انا باقى انتظر. حبك صابني بدمان ترضى انتحر. الله 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 الله. وبهداوة تقربت. الله عبد الله الهميم نورتنا. نسمع شيء لعبد الله الهميم بالختام. كان معاكم بالاعداد تقديم محمد الصالح، بالاخراج حسين سامي. ساعه ممتعه مع عبد الله الهميم. شكرا. الختام ايضا مع عبد الله الهميم. لنا لقيا وان شاء الله الى لقاء قادم. اكيد نورتنا عبد الله. لنا لقيا حبيبي. شكرا. نسمع عبد الله الهميم. مع السلامه. باي باي. بهداوة قربت منه صوت احساسي عليته.